أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباب. وأقدم لكم الدرس الخامس من سلسلة الكتاب، والتي تهدف بإذن الله تبارك وتعالى إلى تعلم القرآن الكريم، حيث إننا نبدأ بقراءة الآيات بالكلمات المفردة حتى يتعلم الطالب التشكيلات التي تكون في كل كلمة، ثم بعد ذلك نتلو الآيات تلاوة حتى يتعلم الطالب ما في الآيات من أحكام بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ بإذن الله عز وجل من الآية 21 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها
الناس الناس والحجارة أعدت للكافرين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين